تبدا في الحاجه وخلاص. في جملة مشهورة جدا بنسمعها من ناس مشاهير كتير على السوشيال ميديا، وانا سمعتها كمان من الدحيح: ابدأ فورا، ما تستناش الظروف، ابدأ يا حبيبي. الجملة دي محفزة بس مش كاملة، لان الناس نوعين: شاب صغير لسه بيبدأ، وواحد جرب قبل كده واتكسر. الشاب اللي لسه في البداية مش محتاج يترمي في المجهول، محتاج يفهم الأساسيات الأول، يتعلم مهارات علشان التجربة ما تكسرهوش. أما اللي جرب وفشل، ده فعلا اللي نقول له مفيش وقت مثالي أبدا. بس المشكلة مش في تبدأ ولا لأ، المشكلة تبدأ إزاي. في بداية عشوائية وفي بداية واعية. العشوائية حماس زائد خطوة كبيرة زائد صدمة. الواعية فهم بسيط، تجربة صغيرة، تعلم. بدل ما تبدأ مشروع كبير، ابدأ بحاجة صغيرة. بدل ما تخاطر بكل حاجة، جرب من غير ما تخسر كتير. الفشل مهم بس مش أي فشل، في فشل بيعلمك وفي فشل بيكسرك. الفرق إنك تكون فاهم أنت بتعمل إيه. في الآخر مش لازم تكون جاهز 100%، بس برضه مش تبدأ من الصفر وتغامر بكل حاجة. الحل دايما في النص: ابدأ بس صغير، جرب بس بوعي، اغلط بس اتعلم. ساعتها بس هتفهم ان التجربة فعلا بتعلم، مش لانك بدأت لكن لانك بدأت صح. في الحلقة الجاية هنقول للشباب ازاي تبدأ، علشان هم كمان نقول لهم: ابدأ يا ابدا حبيبي، يا حبيبي، ابدأ ابدا يا يا بابا. بابا، ابدأ.